علامات المرض في الكلاب. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. بما انك فكرت تربي كلب لازم تعرف ان في علامات معينة لازم تلاحظها دايما عشان تعرف اذا كان كلبك بصحة جيدة او بيعاني من اي امراض. تغيير في قوام او لون البراز، ترجيع او عطس او كحة متكررة، رفض الاكل اكتر من 24 ساعة، عطش او شرب بشكل مستمر او تبول زيادة، صعوبة في التبول أو التبول دون إحساس، احمرار أو ورم اللثة أو تغيير اللون عامة، إفرازات من الأنف أو العين أو الأذن، هرش في الجلد أو قشرة، تغيير في الوزن بالنقصان أو الزيادة، خمول أو تعب أو عرج أو ألم أثناء المشي. قد تكون الأعراض السابقة دلالة على أن الكلب يعاني من بعض المشاكل الصحية، وقد يكون الأمر خطير لا يمكن تجاهله. حال ملاحظة أي عرض من الأعراض السابقة لا تتردد في استشارة البيطري بسرعة، حيث أن الوقت عامل مهم لا يمكن تجاهله وقد يكون سبب في إنقاذ كلبك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.